مشاهد موحية. في ليلة 22 يوليو وقبل ما تقوم الثورة بساعات كان السادات في السينما مع مراته. السادات واحد من الضباط الأحرار السائرين على الأوضاع السابقة. قعد السادات السائر في السينما وراء أحد المواطنين اللي لابسين الطربوش. الطربوش ذو الأصل التركي اللي بيشير للحقبة الملكية. الطربوش بيمنع اللي وراه من الرؤية. فهنا السائر بيحاول أولا إنه يتفاوض مع صاحب الطربوش على خلعه، لكن صاحب الطربوش بيرفض. فوجب على السائر إنه يزيح الطربوش بالقوة من أمام المصريين. ده اللي عمله المخرج الكبير محمد خان في أحد المشاهد الموحية إخراجيا في فيلمه أيام السادات إنتاج 2001. مشاهد موحية. التعليم في مصر زي ما شافه مخرج الفيلم. الصورة الأولى بتبين المدرس إيده اليمين مضمومة وبيتوعد الطالب. ما بيظهرش جسم المدرس كامل، لكن بيظهر الطفل خايف في عمق الصورة بإضاءة كاملة على الوش. الصورة التانية المدرس بيرفع إيده اليمين عشان يضرب بيها وش الطفل اللي باين إنه مستسلم تماما، وفي ظل كبير على السبورة مخترق جسم الطفل. الصورة التالتة الطفل بيخرج من الفصل للعالم الخارجي في نفس اللحظة اللي المدرس بيشيل فيها الكرة الأرضية وهي خافية وشه وبيدورها بإيده، دلالة على تحكمه وسيطرته على العالم جوه عقلية الطفل. من فيلم حدوتة مصرية إنتاج 1982 إخراج الأستاذ يوسف شاهين. نهايات موحية. الربط بين وفاة الأب اللي مقدرش يغير حياته وانسحابه من عالم أسرته بيتزامن مع صوت عبد الناصر وخطاب التنحي وانسحابه من الحياة السياسية بمصر. دمج سينمائي للمخرج أسامة فوزي من فيلم بحب السيما إنتاج 2004. تغيير البعد البؤري للعدسة. بتستخدم الخاصية دي في إظهار الحدث الأمامي بوضوح ودقة مع التعتيم على العناصر اللي في الخلفية، وبنخليها تظهر مشوشة الملامح. وبتستخدم برضو في المشاهد الحوارية، فبنبين صورة اللي بيتكلم بوضوح وبنشوش على صورة المستمع أو العكس. وممكن ساعتها التغيير بين الشخصيتين، فمرة تبقى صورة المتكلم هي اللي واضحة والتانية مشوشة، والمرة التانية بنعكس. المثال من فيلم فوتوكوبي إنتاج 2017 إخراج تامر عشري. استخدم المخرج هنا خاصية تغيير البعد البؤري مرتين على التوالي في مشهد دخول البطلين للسينما لما بيظهروا في الكادر مرة في الحقيقة ومرة في مراية ضخمة. تامر عشري في البداية وضح صورة البطلين في المراية أولا مع التشويش على الصورة الحقيقية، وبعدين بتغيير البعد البؤري بين البطلين في الحقيقة بشكل واضح مع التشويش على صورة المراية. من فيلم فوتوكوبي إنتاج 2017 إخراج تامر عشري. تشوه الصورة. بتساعد تشوهات الصورة في التعبير عن عنف الحدث أو الألم الناتج عنه. مثلا في فيلم سواق الأتوبيس استخدم الراحل عاطف الطيب عدسة مقعرة لتصوير وشوش الممثلين في مشهد الفينالة، وبيفضل المتفرج يتابع الحدث من خلالها، وده بيسبب تشوه للصورة بشكل لا يتوقعه المتفرج. المشهد ده تم تصويره في زمنه الواقعي من غير أي قطعات متميزة، لكن المشهد طبعا صدم المتفرج لأنه متوقعش إنه هيكون بالشكل ده. من فيلم سواق الأتوبيس إنتاج 1982 إخراج الراحل عاطف الطيب. مشاهد الحوار التليفوني. اتكلمنا قبل كده عن كيفية كتابة مشاهد الحوارات التليفونية وكمان حوالين ازاي نصورها، لكن المخرج ساعات بيضيف أو بيبتكر أسلوب جمالي بيزود قيمة نفسية ورومانسية على المشاهد. وده اللي عمله المخرج الكبير عاطف سالم في مشهد الفينالة في فيلم الحقيقة العارية، لما كان البطل بيتكلم تليفونيا من مطار القاهرة مع البطلة واللي راكبة باخرة مسافرة، وبعد ما خلصت المكالمة قسم المخرج الشاشة نصين، ظهر البطلين في كادر واحد. ومش بس كده، المخرج كمان خلاهم يبصوا ناحية بعض وكأنهم شايفين بعض في شكل رومانسي جميل. من فيلم الحقيقة العارية إنتاج 1963 إخراج عاطف سالم. من المشاهد الرمزية. من الإبداعات القوية للأستاذ شاهين في فيلم المصير واللي أنتج عام 1997 واللي بيتكلم فيه عن أصحاب الفكر الديني المتشدد
اللي بيقف قدامهم المفكرين والمثقفين من خلال شخصية الفيلسوف الإسلامي ابن رشد. في استعراض عشاق الحياة الموجود في الفيلم بتظهر مجموعة من الكراسي البلاستيك، منها اللي قاعد عليها المغني محمد منير وهو ماسك كرسي تاني. وطبعا وجود الكراسي دي في العصر الأندلسي مش صحيح على الإطلاق، بس شاهين كان قاصد ده، وما كانش خطأ فني أو تاريخي. إنما السبب في وجود الكراسي دي كانت محاولة شاهين الربط بين الماضي والحاضر، وتأكيده على إن القضية اللي بيعالجها الفيلم ما خلصتش لحد دلوقتي، لأننا لسه بنواجه الإرهاب والتطرف الديني لحد الآن. المستوى الثاني للإثارة، ده بيحصل لما المخرج بيحاول زيادة التعقيد من خلال إضافة فكرة فرعية فيها شعور خاص بالتشويق. فمثلا في فيلم اللعب مع الكبار بنشوف البطلين مستنين الإرهابيين اللي بيخططوا لقتل لاجئ سياسي، وده هو المستوى الأول. في نفس الوقت بنشوف طفلين راجعين من المدرسة وقت إطلاق النار، وده هو المستوى الثاني أو الفرعي. هنا على المستوى الأول المتفرج بيحس بالإثارة وبيترقب اللي هيحصل للعناصر الأساسية في اللقطة واللي بتتبادل ضرب النار. وعلى المستوى الثاني المتفرج بيخاف وبيترقب اللي هيحصل للطفلين اللي بيتقاطعوا مع خط النار. الفلاش فورورد، القفز للمستقبل، زي ما بيحصل لما بيفتكر البطل أحداث سابقة، بنقول عليها في السينما فلاش باك، اللي بيبدأ بالوقت الحاضر وبيرجع للماضي وبعدين الوقت الحاضر مرة تانية. هنا بقى بنشوف الفلاش فورورد وهو القفز للمستقبل، يعني بيبدأ المشهد بالوقت الحاضر وبعدين بنشوف أحداث مستقبلية وبعدين نرجع لمشهد الوقت الحاضر مرة تانية. المخرج هنا قام بعرض مشهد وقت حاضر تخلله مجموعة مشاهد مستقبلية مع الرجوع في النهاية للمشهد الحاضر. من فيلم 365 يوم سعادة، إنتاج 2011، إخراج سعيد المروق. الإيجاز الفني في الإخراج، المقصود به الاختصار في المشاهد الحركية باستخدام اللغة السينمائية. المخرج هنا بيختار أهم التفاصيل والأزمنة القوية وبيحذف الأزمنة الضعيفة، والإيجاز بالشكل ده مرتبط بطبيعة فن الفيلم من حيث المرونة في تشكيل عنصري الزمان والمكان الخاصين بالفيلم عشان يخدم السرد السينمائي. الأمثلة هنا قصدت إنها تكون من فيلم واحد هو حكاية حب، إنتاج 1959، سيناريو علي زرقاني، إخراج حلمي حليم. وده لتوضيح بعض الفوارق في الإيجاز الفني. المجموعة الأولى، نزول بطلين العمل من أوضتهم في الفندق لحد ما وصلوا لمكتب الاستقبال تحت في اللوبي. استمرت اللقطات من خروجهم من الأوضة لحد تحت حوالي 42 ثانية، وهنا ما حصلش إيجاز، إنما حصل تطابق بين الزمن الفيلمي والزمن الحقيقي. المجموعة التانية، بطل الفيلم بيتكلم مع حبيبته على نيته لمقابلة عمها، واللقطة اللي بعدها مباشرة هي داخل اللقاء، وده إيجاز قوي وسريع جدا. المجموعة التالتة، بطل الفيلم بيودع أمه قبل ما يروح المطار، بعدين مشهد الحبيبة في مكان تاني، وبعدين العودة لمشهد عام للمطار، وبعدين مشهد البطل قبل السفر مباشرة. وهنا إيجاز متوسط السرعة يحتاج للقطة بعيدة، لقطة المطار العامة، كفاصل زمني دلالة على مرور زمن.